عارفين ده اغرب مسجد اسما. هو اغرب واظرف وحاجه مضحكه في نفس الوقت. طبعا انتوا مش هتتخيلوا الاسم لان احنا قدام جامع الملوخيه. جامع الملوخيه بجوار شارع الدهشوري. ده الشارع الدهشوري اللي انتوا شايفينه ده بالطول، وجامع الملوخيه بجوار الشارع زي ما انتوا شايفين كده. المسجد ده هنا في بني سويف، وما زال التاريخ يتوارث. بقى نعرف ليه اسمه جامع الملوخية. جامع الملوخية اتأسس في العصر المملوكي، وكان اسمه في الأساس مسجد الملوكية، واللي أنشأه الأمير المملوكي محمد ملوخية سنة 1338. وفي عهد الملك فؤاد الأول أمر بإعادة تجديد المسجد. وبما إننا بقى في منطقة الملوخية، احنا عايزين نعرف من اهالي المنطقه الجمال دول ليه اسم المسجد او الجامع بجامع الملوخيه. واول واحد هنقابله دلوقتي عم رجائي. ازيك يا عم رجائي؟ الحمد لله بخير. عامل ايه؟ الحمد لله. عم رجائي، احنا عايزين نعرف ليه منطقه الملوخيه اسمها جامع الملوخيه. احنا طلعنا لقينا المسجد ده مبني كده، والراجل اللي موجود فيه اساسا مش ملوخيه، الشيخ محمد. طب ليه اسمه الشيخ محمد، او ليه غيروه خلوه اسمه الملوخيه؟ ما هو هو كان تبع، هو كان المرحوم ابويا كان بيقول لي ايه، كان بيقول لي الراجل ده كان عايش مع الملوك. اللي هو كان اساسا هو الشيخ محمد ده كان بيقول لك ابويا هو بيحكي لي، انا مش شفتوه. بيقول لك كان عايش مع الملوك، وكان يعني بيتكلم معاهم. هم ايه سموه ايه يعني. هنا بقى طلعوا الدعايه بتاعته عشان يسهلوا العمليه، قال لك محمد ملوخيه، لكن ملوخية. هو الاساس اسمه ايه؟ الشيخ محمد. الشيخ محمد بس. هو عم رجائي كان قال ان الشيخ محمد يعني من سلاله الشيخ السيد البدوي. ايوه يبقى مش عارف عمه او خاله، الله اعلم بيه. بس هو مش من هنا. هو من السيد البدوي. ايوه بالظبط بالعربي. طيب انت دلوقتي يقال ان المسجد ده اصلا كان بيوزعوا ملوخيه على الفقراء والمحتاجين، علشان كده سموه مسجد الملوخيه. لا طلعت له بركات. ده الاساس، ده الشارع ده اساسا شارع ايه؟ شارع الشحاتين. احنا طلعنا كانوا بيقولوا كده. طب وليه اشمعنى يعني اسمه؟ ما هو كانوا بيجيبوا الايه مؤاخذه المؤاخذه الاكل والحاجات دي المكسر ده، وكانوا بيبيعوه هنا في الشارع. ابويا اللي كان بيحكي لنا، ما شفتش حاجه. بس تمام. لكن هو اساسا اسمه ايه بقى؟ الملك مين؟ ايوه انا شفت الشارع ده ملك مين؟ فعلا. بس. وسموه تخليدا لذكرى الملك مينا ولا؟ هو اساسا اسمه شارع الملك مينا ده على طول كده على طول. ماشي يا عم محمد، شكرا يا عم محمد. رجائي. عم رجائي. شكرا يا عم. الله يبارك لك يا ام محمد. ربنا يكرمك. الله يكرمك، كل سنه وانت طيب يا بنت. ده بقى واحد من الناس الطيبين اللي عرفنا منه معلومات عن منطقة الملوخية، وشوية قال لنا انها اسمها منطقة الشحاتين، وبعد شوية قال لنا اسم الاساس الشارع اسمه الملك مينا. فاحنا على مدار المنطقة هنا فاحنا هنعرف معلومات والاقرب للحقيقة. ويلا بينا. منطقة جامع الملوخية اللي كان في الأساس اسمه جامع الملوكية بقت منطقة حيوية جدا بالسكان. منطقة الملوخية من الأماكن اللي ليها أهمية في بني سويف، لأنها بتجمع بين التاريخ العريق والأهمية الدينية. ولما هتدخل منطقة الملوخية هتحس بالعراقة والأصالة، مش بس في المكان ده، في أهلها كمان. أكيد الجو في رمضان هنا غير. وسنة 1894 وهب محمد بيك إسلام وقف 10 فدادين لمسجد الملوخية. ده غير إنك هتلاقي في المسجد نقوش وزخارف مملوكية بتحمل التراث المملوكي الأصيل. انتوا عارفين بقى ليه اسمه جامع الملوخية؟ الموضوع ده بقى يرجع لروايتين. الرواية الأولى يقال إنه كانوا بيوزعوا الملوخية على الفقراء والمحتاجين في المنطقة في المناسبات الدينية. والرواية الثانية بقى بتقول ان كان في الارض اللي اتبنى عليها المسجد ده كانوا بيزرعوا فيها الملوخيه، علشان كده سموه جامع الملوخيه. ده مش بس المسجد اللي اسمه جامع الملوخيه، دي المنطقه باكملها اسمها منطقه الملوخيه. جولاتنا لسه ما انتهتش، واكيد في جولات جديده في بلدنا الجميله وجميله يا بلدي.